إنها عائلة الأبطال يا سادة، فماذا تنتظر من الأبطال سوى سلالة شجعان؟ بطل قصة اليوم هو الملك الشجاع ابن الملك الشهيد وملكة المعارك وأخو قاهر الهكسوس. ملك اليوم هو الملك المجهول الذي لا يحظى بشهرة مثل أخيه إلا من بعد العصور على 3 وثائق مدونة على لوحة. ومن خلال تلك الوثائق اكتملت قصة الملك كامس وخرجت للنور لنعرف من هو الملك كامس الشجاع الذي قال: ها أنا قد أتيت مع حسن الطالع والفرصة أمامي، أقسم بآمون ولا أقسم بك، لن أتركك بعد الآن تطأ حقولي. ولم يعد ملك الهكسوس يقسم بالفرعون: لقد طار قلبك ووهن أيها الهكسوس الخسيس، ها أنا أحتسي النبيذ من مزارع كرومك الذي عصره من أجلي العام من الأسرى. ويعتبر الملك كامس آخر ملوك الأسرة 17 ومن أبرز الشخصيات الملكية في التاريخ المصري القديم. استمر حكمه حوالي 5 سنوات خلال الحقبة من 1550 إلى 1555 قبل الميلاد، وكان ملخص حياة الملك كامس هو الاستقلال التام أو الموت الزؤام. تلقى كامس تعليمه على يد والده والذي كان حريصا على إعداده كخليفة له، فعلمه فنون القتال والسياسة، وقام باصطحابه في كافة المعارك التي خاضها ضد الهكسوس. وهو البطل الثاني من الملوك الأبطال أصحاب ملحمة تحرير مصر من الهكسوس. وجاءنا كفاح هذا الملك من خلال 3 وثائق أكملت كل واحدة منها الأخرى، مما أنتج لنا في النهاية قصة شبه كاملة عن ثاني أبطال حرب التحرير. ومن أعمال وإنجازات الملك كامس القيام بالحملات العسكرية والحروب ضد الهكسوس شمال طيبة. تم اكتشاف لوحتين توضح الحروب والانتصارات التي قام بها الملك كامس على الهكسوس في منطقة أواريس عاصمة الهكسوس في الدلتا، بالإضافة تفاصيل عودة الملك منتصرا على الأعداء إلى مدينة طيبة مرة أخرى. قام كامس في العام الثالث لحكمه بالإبحار شمالا من طيبة في النيل، وكان يقاتل تجمعات الهكسوس الصغيرة ويهدم تحصيناتهم في طريقه إلى الشمال. أما مدن الهكسوس الكبرى التي كانت تقابله بمواجهة قوية كان يقوم بحصارها وقطعها عن باقي مملكة الهكسوس حتى وصل إلى أواريس. وقد عثر في عام 1954 على لوحتين أقميتا في الكرنك لتمجيد انتصارات الملك كامس على أبو فيس ملك الهكسوس، وتتحدث إحدى هاتين اللوحتين عن انتصار كامس في أواريس عاصمة الهكسوس في الدلتا وتفاصيل الاستراتيجية التي أتبعها وعودته منتصرا إلى طيبة. توفي كامس في أثناء حربه مع الهكسوس عام 1540 قبل الميلاد على مشارف مدينة أنبوس، بعد أن كان دخلها منتصرا مصفرا. جاءته ضربة الغدر من أحد جرحى الهكسوس فوافته المنية، وآخر ما نطق به أن وصى أخوه أحمس أن يبلغ الجد العظيم توتشيري إنه لحق أباه ومات ميتة سجن رع. يذكر إنه تم نقل تابوت كامس من مقبرته ودفن في ذراع أبو النجا خوفا عليه من اللصوص في عصر رمسيس الرابع، حيث اكتشفه ميرت في ديسمبر عام 1886
57 ميلاديا تحت كومة من التراب. وذكر ميريت أن المومياء كانت في حالة سيئة جدا، وقد وجد مع المومياء خنجر من الذهب والفضة ومرآة من البرونز وبردية مجدولة على أعلى ذراع كامس، كما وجد أيضا جعران وبعض التعاويذ. وقد ظل الكفن في مصر، بينما يوجد الخنجر في متحف بروكسل ببلجيكا والمرآة في متحف اللوفر. وهكذا تنتهي الأسرة 17 ليبدأ أخيه الملك أحمس الأسرة 18 ويقضي على الهكسوس، ولذلك يسمى بأحمس قاهر الهكسوس. عاشت بلادنا، عاشت حرة لولادنا، ولاد ولاد ولادنا لحد آخر الزمان. جابت بلادنا ورثها أمجاد جدودنا، ونحققها بجهودنا مجد أعظم من اللي كان. عاشت ونخليها فوق خدنا ننميها، زي ما هي ادتنا حياتنا احنا كمان نديها، ونعوضها ما فاتنا وفاتنا ونحقق أمانيها. عاشت بلادنا، عاشت حرة لولادنا، ولاد ولاد ولادنا لحد آخر الزمان. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. مصر اللي مديانا شخصيتها في دمانا، وتاريخ عالي المكانة، المكانة فخر الجيل بعد جيل. خلتنا ألفة عصري، لو ما اتولدت مصري لاتمنيت أبقى مصري، أبقى مصري من شعبها الأصيل. ده لولاها كان يبقى مفيش حضارات اليوم ده بتعيش، لو كنا عنها ما نحكيش تضحك عنها الأيام. والحاضر بزمان موصول، الروح موجودة على طول. روح مصر الخالدة بتقول أولادي بنات الأهرام.